حبايب قلبي، دي السبانخ بتاعتنا بعد ما عبيناها في اكياس، كل كيس على قد الوجبة اللي احنا هنستعملها. وده الجزر بتاعنا اللي احنا هنخزنه، خلاص ادانا له غلوة واحدة ولما برد عبيناه في اكياس حبايبي، كل كيس على قد الوجبة اللي احنا هنستعملها. ده كان شكل السبانخ بتاعتنا. وكده عبيناها في اكياس، وده شكل الجزر اللي احنا هنخزنه، وعبيناه في اكياس وهنحطه في الفريزر. لسه عندنا كمية من السبانخ اهي سايبينها تبرد، لسه لما تبرد شوية، لما تاخد درجة حرارة الغرفة هنبدأ حبايبي نعبيها في اكياس، برضو كل كيس على قد الوجبة اللي احنا هنستعملها. حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع تخزين السبانخ. حبيت اوريكم السبانخ وهي متعبية خلاص وهنخزنها في الفريزر. حبايب قلبي، يسعدني ويشرفني اشتراككم في القناة عشان القناة تعلى بيكم، واعملوا له لايكات كتير عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. حبايب قلبي، إلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام، وإلى اللقاء.